بسم الله والصلاة والسلام على رسولنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. من ضمن سلسلة تفريزات رمضان، تعال نشوف أنا عملت اللحم المعصجة طريقة كتير سهلة وبسيطة تستخدميها للمكرونة بشاميل، للمعجنات، لكذا شغلة ممكن تستخدميها وتحشيها. عندي هنا اللحمة المفرومة حديها تحشويها بنتفة زيت أو سمنة، وبعد ما تستوي شوية ما تخليهاش تنزل ميتها لحتى تضلها معك طرية لأنها حتتفرز. حط هنا بالبصل فرماه بالكبة، حط عليه وحط عليه شوية فلفل أسود وشوية قرفة، وحط ماجي بودرة إذا حابة حطي، ما حابة بلاش منه الماجي بودرة، وحط رشة بسيطة من الكمون وبس على كده، والملح، وأظبط ملح كويس وابتدي أسويه لغاية ما عندي شوية تلتين البصلة تدبل معايا. بعد كده هسيبها تبرد خالص وتهدى. ممنوع تفرزي اي حاجة وهي سخنة، لازم تخليها تتركيها لحتى تبرد خالص وتعبيها بكياس التلاجة وتفرزيها. هذه ممكن تستخدميها للبشاميل وتعملي فيها المعجنات، ممكن تعملي فيها اشياء كتير. السمبوسك برمضان بكرة بتلاقيها زي اللي هي بالتلاجة عندك. بالله عليكم ما تنسوا اللايك حلو، دايما لساننا رطبا بذكر الله والصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. الله يعيد علينا رمضان وعليكم باليسر والمن يا رب والخيرات يا رب علينا وعلى أمة محمد. زي ما انتوا شايفين حبايب قلبي، ممكن تطبطبيها بالكيس تاع التلاجة وتاخدي على قد ما فيكي تاخدي منها. أنا بحب أفرهدها كده لحتى أخد الكمية اللي بدي إياها وأسكر الكيس تاني وأستعمله مرة تانية. بستاهل منكم لايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.